وبناتي طلاب تالتة ثانوي وحشتوني، عاملين ايه؟ هنحل النهارده مع بعض أسئلة مجمعة على مجموعة حمض HCl المخفف. في بداية سمي الله وتصلي على رسول الله، وبالله عليك ما تحرمنا من اللايك والشير. يلا بينا نشوف الفكرة الأولى. ايه ده؟ اوعى تنسى الحتة ديت مهمة جدا، لو انت ما تعرفهاش او انت مش مسجلها عندك لازم تسجلها معايا. بيقول لك ايه؟ كل البيكربونات تذوب في الماء. اي بيكربونات في الدنيا لازم تعرف انها بتذوب في الميه وتعمل محلول اللي هو AQ. طب الكربونات العكس مالها؟ كل الكربونات لا تذوب في الماء، يعني راسب، ما عدا 3. مين هما؟ صوديوم، بوتاسيوم، امونيوم. مين هما؟ صوديوم، بوتاسيوم، امونيوم. يلا بينا نسمي الله ونشوف السؤال الاول. بسم الله. اقرا معايا السؤال. ادرس الجدول التالي ثم اجب. بيقول لك الكاشف المضاف والملح، وقال لي هنا ايه؟ HCl مخفف زائد ملح صلب. كلمة HCl مخفف بتفكرني بمجموعة HCl. دي تجارب. طب قبل أي حاجة هنراجع بسرعة التجارب بتاعت HCl ونشوف السؤال. راجع كده معايا. بيكشف عن كام؟ 6. مين هم يا مستر؟ 2 اخوات كربونات وبيكربونات، 3 اخوات كبريتيت، كبريتيت بالدال كبريتات، ملح نيتريت. أول ما أحط الحمض على الأملاح دي بيطلع غاز. لو أنت ما بتعرفش اسم الغاز اكتب عندك الغاز نقص O. هنا الكربونات وبيكربونات يتصاعد غاز ثاني اكسيد كربون بيعكر ماء الجير الراق لفتره قصيره. طب هنا نقص او يتصاعد غاز SO2. ده بيعمل ايه؟ لازم تبقى حافظ النظري زيي. يخدر ورقه مبلله بثاني كرومات البوتاسيوم البرتقاليه المحمضه بحمض الكبريتيك المركز. هنا مفيش او يا مستر، يتصاعد غاز H2S. ده بيعمل ايه؟ يسود ورقه مبلله باسات الرصاص 2. الناس ما تعرفش تكتب اسم الغاز ده، تروح جايه عامله ملح الصوديوم مع الكبريت زائد HCl. لو انت عملت زي كده هيطلع الغاز HS ولا H2S؟ H2S، عشان اي حاجه تبدا بالكاف احنا اتفقنا انها ثنائي. نرجع تاني. سيوكبريتات عنده اس زياده، اكتب عليه كده، عنده اس زياده يطلع اس زياده. هنا اللي بيحصل كالتالي: يتعلق الكبريت راسب اصفر في المحلول، سمع، يتعلق الكبريت راسب اصفر في المحلول ويتصاعد غاز SO2. ده بيعمل ايه؟ خضار ورقه مبلله بثاني كرومات البوتاسيوم البرتقاليه المحمضه. طب هنا نقص O يتصاعد غاز NO عديم اللون، يتحول لبني محمر عند فوات الانبوبه. بعد اذنك هراجع التجربه التاكيديه بتاعت الكربونات والبيكربونات والكبريتيت والكبريتيت بالدال. تعال نشوف. غير قلم. هنا من التجربه التاكيديه محلول مكسوف فور. لو مع الكربونات بيدي راسب ابيض على البارد. كلمه راسب ابيض على البارد يعني من غير تسخين. طب مع البيكربونات بيدي راسب ابيض بالتسخين. تعال نشوف هنا الكبريتيت والكبريتيت بالدال، بحط محلول اجنه 3. هي مين اجنه 3؟ نترات الفضه. في حاله الكبريتيت هيعمل راسب ابيض يسود بالتسخين. طب هنا في حاله الكبريتيت بالدال بيعمل راسب اسود على طول. الناس اللي مش حافظه الالوان هتكتب عندك الكربونات الراسب ابيض والكبريتيد الراسب اسود. الالوان اللي انا مليتها ديت على المنهج بس، على الباب التاني بس. بعد اذنك في لعبه كده في الامتحانات يا ريت تكتبها عندك في الوش. ايه يا مستر؟ في عندك في مجموعه HCl شقين بيطلعوا نفس الغاز. تاني بالراحه، شقين بيطلعوا نفس الغاز اللي هم مين؟ لو كربونات وبيكربونات بيطلع غاز ثاني اكسيد كربون. يا ريت تكتبها في الوش عندك. طب تعالى هنا. لو كبريتيت سيوكبريتات، الاتنين بيطلعوا نفس الغاز اللي هو SO2.
بيخدر ورقه مبلله بثاني كرومات البوتاسيوم. يلا نسمي الله ونشوف بقى السؤال مره تانية. الجدول اللي قدامك دوت بص على كده، حاول تقرا الفكره. يلا بينا يا معلم. HCl لما احط الملح الصلب، دي تجربه اساسيه بتاعت HCl. بص كده، طلع غاز هنا وطلع غاز هنا، بس لو انت ركزت ده نفس الغاز. لسه هنا من دقيقه. لو نفس الغاز يبقى عندك احتمالين، يا كربونات وبيكربونات، يا كبريتيت وسيوكبريتات. كويس، كمل. طيب اولا شايف اكس، اهم حاجه تروح تجيب التكافؤ بتاعه. تكافؤك ايه يا عم؟ اكس هنا ثنائي عشان الصوديوم احادي. طب هنا واي تكافؤك ايه؟ احادي. الناس اللي قالت لي في احتمالين، كربونات وبيكربونات، كبريتيت وسيوكبريتات. اولا الكبريتيت والسيوكبريتات الاثنين ثنائي، فهنا ما تنفعش عشان واحد ثنائي وواحد احادي. طب هنا يبقى مين؟ اكيد يا مستر الثنائي ده الكربونات والاحادي ده بيكربونات. هما اللي بيطلعوا مع HCl نفس الغاز وتكافؤ، واحد ثنائي وواحد احادي. طب ثواني، نترات الفضه ما خدناش حاجه عنها، بس علميا نترات الفضه بتعمل رسم مع حاجات كتير. احاول اقرا الاختيارات وارجع لو حاجه احتجتها من فوق هنشوف. يلا بينا. اول حاجه هنسمي الله ونصلي على رسول الله. بسم الله. اكس اللي هو ده هيبقى بيكربونات، لا اكس ده ثنائي والبيكربونات احادي، ما تنفعش. يبقى دي ما تنفعش عشان التكافؤ. تعالى هنا، اكس اللي هو ده يحتمل ان يكون كبريتيت. استنى، هي هتبقى كربونات، كبريتيت غلط. طب سيو كبريتات ما تنفعش عشان السيو كبريتات مالها ثنائيه وده احادي. جيم يحتمل ان يكون كبريتيت، لا احنا قلنا كربونات. طب يحتمل ان يكون اكس كربونات وواي بيكربونات، اكيد هي الصح. انا عارف الاجابه من بدري كنت اخترتها، انا عاوز اعلمك وانت بتبص تتاكد من تكافؤات زي دي. السؤال اللي بعده ده نفس السؤال، لا السؤال اتغير، هوسع لك وركز. طب انا اكون اخدت بالك. بص كده، HCl مع الملح الصلب طلع هنا غاز. هل ده نفس الغاز ولا غاز مختلف؟ غاز مختلف. استنى بص فوق، اكس ده ثنائي، طب واي ده ثنائي. واحد قال لي خلاص يبقى كربريتيت وسيوكبريتات، للاسف لا. ليه؟ عشان ده مش نفس الغاز. طب اعمل ايه يا مستر؟ سمي الله كده، حاول نبص كده على التكافؤات، نعكس حاجه سوري نستبعد حاجه عن طريق التكافؤات. بص كده عندك دال بيقول لك واي الكلوريد، لا ليه ده غلط؟ اصل الكلوريد ده مستر احادي، هو هنا قايل لي ان هو ثنائي، فكده يستبعد عن طريق التكافؤ. انا كده لسه ما قريتش حاجه. طب على كده نشوفها، نحل اختار اختار. هو عاوز الصح، خد بالك. الانيون اكس ممكن يبقى كبريتيت، ممكن ثنائي وموجود في مجموعه HCl، مش غلط. وبيعمل مع جينو 3 راصب، كويس. بس خد بالك والنبي، اللي انا فاكره ان الكبريت بيعمل راسب مع جينو 3 ابيض يسود بالتسخين. كلمه راسب اسود دي غلط، هو ابيض، يبقى انا كده لون الراسب غلط. طب واي اللي هو ده ممكن يبقى كبريتيت، ممكن. خدت بالك ده كده راسب، ها؟ طب لو كانت كده كان هيبقى محلول. نرجع تاني، يحتمل ان يكون كبريتيت، ممكن في مجموعه HCl. طب الراسب برضو ده لونه اسود، غلط، ما احنا قلنا ابيض. اكيد بالاستبعاد هي جيم، صح. اكس يحتمل ان يكون كبريتيد، صح. ليه؟ في مجموعه HCl وكمان تكافؤ ثنائي، والراسب بتاعه اسود، صح. هو اللي مع اجينو 3 كان بيعمل راسب اسود على طول، يبقى الاجابه فعلا جيم. وده اللي احنا استبعدناه من الاول عن طريق التكافؤ. ايه ده؟ ايه ده؟ بس نكتب مندليف وتعال نحل. عندك 3 انابيب اختبار تحتوي كل منهم على اكس وواي وزد، وضيفت اليها المحاليل التاليه كلنا على حده، فكانت النتائج
زي ما انت شايف في الجدول. لغايه هنا ده السؤال. اللي تحت دي الاختيارات. سمي الله كده وصلي على رسول الله. عندك 3 انابيب اختبار تحتوي كل منها على مين؟ احد املاح الصوديوم. اولا طالما قلت لي HCl لازم يكون واحد من 6. 2 اخوات كربونات وبيكربونات. 3 اخوات كبريتيت. كبريتيت بالدلسة وكبريتات. كويس. ملح نيتريت يا عم. كلهم طلعوا غاز، يبقى كل دول في مجموعة HCl عشان كلهم طلعوا غاز مع HCl. لما حطيت ثاني كرومات بوتاسيوم عملت لون اخضر مع الاثنين. طالما عملت لون اخضر يبقى ده اكيد طلع SO2 وده اكيد طلع SO2. مين الشقين اللي في HCl اللي بيطلعوا الاثنين غاز SO2؟ اكيد يا مستر وانا مغمض. الثيوكبريتات اللي كان عنده اس زياده، والكبريتيت اللي ما عندوش اس زياده. طب يلا بينا. يبقى عندك اكس وواي، واحد فيهم ثيوكبريتات واحد فيهم كبريتيت. طب زد ماله؟ هو اتفاعل مع HCl يعني في المجموعه بتاعته، بس اكيد ما بيطلعش SO2. هو مين؟ معرفش حاجه عنه. فانا ممكن اجيبه عن طريق استبعاد الاخطاء. تعالى كده نشوف. اكس يا يبقى ثيوكبريتات يا يبقى كبريتيت. اكيد يا مستر دي غلط. ولا اكس ولا واي، انا بص على الاثنين دول. لو لقيتهم صح يبقى زد صح. ثيوكبريتات وكبريتيت الاثنين دول غلط. طب هنا كبريتيت تنفع. طب هل هي كبريتيت بالدال؟ غلط. طالما واحده غلط بس ابعد الثانيه يبقى الاختيار ده كله ما ينفعش. كربونات اكس وواي، لا هي مين؟ كبريتيت وثيوكبريتات، يبقى دول كده دي غلط. اي نعم دي صح بس لازم الاثنين يبقوا واحد ثيوكبريتات وواحد كبريتيت. يبقى السبع الجيم. بص ده واحد ثيوكبريتات التاني كبريتيت، اكيد هتبقى الاخيره اي حد. طالما الاثنين دول نفعوا فبختار الاختيار ده، ان ما عنديش معلومات عن زد. السؤال اللي بعده. تعال نبص كده. اضافه حمض الهيدروكلوريك. اول حاجه لما اشوف كلمه حمض الهيدروكلوريك الرجاله والبنات عندنا، حطيته للملح طلع غاز، يبقى واحد من مجموعته، واحد من 6 اللي انا حافظهم. حاول تستبعد كده حاجه ايه مرميه غلط. بص كده دي غلط. ليه؟ HCl ما بيكشفش عنها، دي كبريتات. ايه ده ما بيكشفش عن الكبريتات؟ طبعا. ليه؟ HCl اقل ثبات منها ما ينفعش يطردها. طب لو سمحت هيطلع مع ورقه مبلله بثاني الكرومات المحمضه بحمض الكبريتيك من البرتقال الاخضر. ايه ده؟ غاز حول لون الورقه من برتقال اخضر، اكيد الغاز SO2. هو ما سالش مين الغاز، هو بيسال عن الشق. هل ده ينفع يطلع غاز SO2؟ اكيد لا. طب ده بيطلع غاز مين؟ الكربونات بيطلع غاز ثاني اكسيد كربون، انا بنقص O، اكيد برضو غلط. طب ده كبريتيت، مستر نقص O يطلع غاز SO2، فاكيد هو الصح. يبقى الاجابه ج. ارجع تاني. ادرس المخطط التالي ثم تخير الفقره او الاجابه الصحيحه. ده موجود في مندليف، موجود في الامتحان، موجود في الموسوعه مع اختلاف الشكل بتاعه. ده بيربط باب الحديد بالباب ده، ماشي. اف زائد اس اللي مذاكر حديد تبقى في اس. عاش يا معلم. كبريتيت حديد 2. لما احط HCl هيكشف عنه موجب سالب موجب سالب. الاتش الموجب تاخد الاس السالب اهي، هيطلع غاز H2S. طب ده غاز، خد بالك من الحاله الفيزيائيه، ده الغاز عشان قايل لي جي، يبقى هكتب هنا H2S. طب البي FeCl 2 عشان هيتدخل ثنائي بيطلع ثنائي. طب يلا بينا. ايه هل ده؟ لا، هتطلع فس. طب ما تاخدها مخلوط من ده بيطلع مركب مش مخلوط، يبقى دي اول واحده. طيب بي FeCl 2، طب ده H2S، يبقى الاجابه ب من غير ما تفكر. السؤال اللي بعده. ركز هنا سيكا. ايه ده مستر انا اول مره اشوف المعادله دي. يا عم عادي، خد بالك دي موجب عشان هي مش هتبقى باينه معاك في التصوير.
يتم اجراء التفاعل التالي اللي هو مش علينا عند درجه كذا. ايه الدرجه دي يا مستر وانت مالك؟ ده بيشتغلك درجه كذا كلفن يعني 25، مش فارقه في حاجه اصلا، من 60 لازمه. بحيث تكون النواتج كما موضح بالشكل او كما موضح بالمعادله. اي مما يلي يعبر عن التغير الحادث بعد التفاعل. اقفش في كلمه بعد التفاعل. بعد التفاعل يعني بيقول لي بص للنواتج. انا اول مره اشوف المعادله وانا زيك، انا بتعامل معاك كاني طالب. ايه ده؟ روح للنواتج شوف مين يعبر عن التغير. ماشي. صراحه مستر مش فاهم حاجه. طب تعالى نقرا الاختيارات ممكن تساعدنا. الف يتلون المحلول باللون الاحمر طوبي. هجيب منين الاحمر؟ يظهر في المعلوق عفوا يظهر في المحلول ده اللي كاتب زي الفل. يظهر في المحلول معلق اصفر. ايه ده مستر؟ اقرا كده تاني. معلق اصفر انا خدناه في السايو كبريتات لما كان بيطلع الكبريت لوحده. ايه ده؟ شايف الكبريت هنا لما بيتكون في المحلول بيعمل معلق لونه اصفر، ده كده الكبريت. فاكيد هي دي الاجابه. ده كده استغل ايه؟ انت عارف ان الكبريت لما يطلع مع الميه كان بيعمل معلق لونه اصفر، فجابها لي هنا عشان استنتج. وده كده نظام الجريد. ده تقريبا في كتاب مندليف. السؤال اللي بعده 5. ايه ده مستر؟ نفس السؤال. تعال نشوفه بس. يمكن الكشف عن الانيون في الراسب الناتج. قال لي في الراسب ايه؟ الناتج. باستخدام مين؟ اولا عندي كام راسب الحلف زي ده وده. فلما قال لك انيون يعني بيتكلم عن ملح حبيبي، وده عنصر، فده كده يستبعد. انيون يعني ملح، في موجب وفي سالب. اهو ادي الموجب وادي السالب، يبقى ده الانيون. اللي هو مين الانيون عندنا؟ كبريتيد. هو انا بكشف عن الكبريتيد ازاي؟ ده في مجموعه HCl. افتكرت كان بيطلع غاز يسود ورقه مبلله باسيت الرصاص 2. اولا مجموعه HCl لقيتها منوره تحت في ج وفي د. احط HCl مخفف ثم ايه المركب ده اللي هو اسيتات الرصاص 2. طب وده اسيتات صوديوم. انا تقريبا ما خدتش حاجه عن اسيتات الصوديوم، اكيد هي دي بالفقاقه او الذكاء. طب ما تيجي نبص كده نحاول نعرف المعادله هتتعمل ازاي. يلا بينا. ادي الرسم اللي عندك اللي انا بكشف عن الكبريتيد فيه. هقسم موجب سالب. موجب سالب حطيت له HCl. الموجب يشد السالب يطلع مين؟ غاز H2S عشان الكبريت ثنائي. الموجب ده هيروح للسالب ده تبقى AsCl. ما انا معرفش مين ده. اولا AS ده عباره عن الزرنيخ. طب تكافؤه كام؟ لو انت بصيت في المعادله اللي فاتت هو كان قايل لك ومبدل التكافؤ بالعين. ده كده ثنائي وده كده ثلاثي، يبقى هنا 3. لو انتوا ركزتوا معادله مالهاش لازمه ليه؟ انا بعينيا HCl هياخد الكبريت يطلع غاز H2S. ده بيعمل ايه؟ يسود ورقه مبلله باسيتات الرصاص 2. اللي مذاكر نظري ما كانش محتاج المعادله. يبقى الاجابه فعلا هي ج. حط HCl يطلع غاز H2S يسود ورقه مبلله باسيتات الرصاص 2. بس لازم ابقى عارف رمز اسيتات الرصاص 2. السؤال اللي بعده. تتفق املاح الكربونات والبيكربونات في كل ما يلي عدا. عدا يعني انا عاوز الغلط. ازاي يا مستر؟ ما هو قال لي يا ابني تتفق الاتنين مع بعض في كل دول عدا. عدا يعني انا عاوز الغلط. في يا مستر. عدا. عدا مين يا مستر؟ يلا بينا نشوف. بس خد بالك بالله عليك، عدا انا عاوز اطلع الحاجه الغلط مش الحاجه الصح. نقرا كده. الف تشتق من حمض واحد. صح. ليه؟ الاتنين جايين من حمض اسمه حمض الكربونيك H2CO3. ولو انت برنس كده بعينك، لو انا شلت منه H واحده هيطلع بيكربونات احاديه عشان كده عليها شحنه واحده. طب لو شلت منه H تاني هيدي كربونات ناقص 2 ثنائيه. يبقى الاتنين طالعين من نفس الحمض. الذوبان في الماء وقف هنا شويه.
الكربونات لا تذوب في الماء، انما كل البيكربونات بتدوب، يبقى دي لا تذوب ودي بتدوب، يبقى اكيد لا يتفقوا مع بعض، يبقى دي الغلط، هختارها. خلصت يا مستر؟ لا كمل باقي الاختيارات وحل باقي الاسئله. اتفاعل مع حمض HCl وتطلع غاز ثاني اكسيد كربون. فعلا الاثنين مع HCl بيطلعوا نفس الغاز ثاني اكسيد كربون. الاثنين بينتموا لمجموعه واحده، فعلا مجموعه HCl اللي بيكشف عنهم. يبقى كده هختار مين؟ ب. دي ما بيتفقوش فيها. اللي بعده، عند اضافه محلول كبريتات مغنيسيوم. اول ما اشوف كبريتات مغنيسيوم انا بكتب عليه ماكسو4. ده بيكشف عن الكربونات والبيكربونات في التجربه التاكيديه. الى محلولي A و B تكون راسب بعد التسخين. لو عمل راسب بعد التسخين يبقى الراسب ده بيكربونات. وتكون راسب على البارد في حاله B. عمل راسب على البارد يبقى اكيد ده الكربونات. انت عاوز ايه يا عم؟ ايه استنتاجك؟ هوسع وانت بص انا معاك. قبل ما اشتغل هي الاجابه ج. هنقرا كده بالراحه. الف، الحمض مشتق منه انيون ايه اللي هو البيكربونات اكبر ثبات من الحمض مشتق منه انيون بي. دي غلط. ليه يا مستر؟ لسه حلنا في السؤال اللي فات الاثنين طالعين من نفس الحمض اللي هو حمض الكربونيك H2CO3. طب ب، الراسب في الحالتين لونه ابيض وصيغته كذا. هو الراسب ابيض دي صح، انما الصيغه دي غلط. ليه؟ كل املاح الصوديوم والبوتاسيوم والامونيوم بتدوب في الميه، عمرها ما تعمل راسب، يبقى دي اكيد غلط. ج، الراسب في الحالتين لونه ابيض صح. الكربونات والبيكربونات مع ماكسو4 الاتنين بيعملوا راسب ابيض، والراسب بتاعهم اكيد بيدوب في حمض HCl. د، يمكن التمييز بين الانيونين باستخدام HCl. دي غلط. ليه يا مستر غلط؟ اللي انا اعرفه ان في الحالتين كان بيطلع غاز ثاني اكسيد كربون، فصعب تستخدم HCl في التمييز. هو بيكشف بس ما بيميزش. اللي بعده، سمي الله كده ويلا بينا. عند اضافه حمض الهيدروكلوريك المخفف الى احد الاملاح تصاعد غاز. اول ما اشوف حمض الهيدروكلوريك مخفف بعمل عليه خط او دايره، وهو بيكشف عن 1 من 6. 2 اخوات 3 اخوات ملح نيتريت، واجرب طريقه الاستبعاد. اولا هستبعد هنا الف وج، مش من الستة اللي انا حافظهم، يبقى كده هي واحده من الاثنين دول. تمام. عند اضافه نترات الفضه اللي هو محلول مين؟ اجينو 3، عمل راسب. اولا انا هستبعد دي. واحد قال لي ليه؟ كلنا عارفين ان البيكربونات كلها بتدوب في الميه، كل البيكربونات بتدوب، عمرها ما تعمل راسب. ايه ده؟ ما بتكونش راسب؟ لا، يبقى مستر دي ما تنفعش. اكيد هي دي الاجابه. حتى انت لو رجعت المنهج معانا كبريتيت الصوديوم مع HCl هيطلع غاز. بعد كده لو اخدت محلول الكبريتيت حطيت له اجن 3 كان بيعمل راسب اسود. اللي بعده، عند امرار غاز CO2 في ماء الجراق لفتره قصيره تحدث جميع التفاعلات التاليه عدا. كل دول بيحصل ما عدا مين؟ يعني انا عاوز الغلط مش الصح. غاز حمضي مع محلول ماده قاعديه، ولا مش فاكر. ما تيجي نكتب المعادله يمكن تنفعنا. اهي CO2 ماء الجير اللي هو مين؟ هيدروكسيد الكالسيوم CaOH باي 2. الكلام ده لفتره قصيره شورت تايم. حسب معلوماتنا CO2 بتشد O وتعمل كربونات، هتشد O من هنا وتعمل كربونات، تلاقي الكالسيوم تبقى كربونات الكالسيوم زائد ال H تشد ال O تعمل ميه. اللي انا فاكره كربونات الكالسيوم دي عباره عن راسب لونه ابيض، عشان كده بيتعكر ماء الجير لفتره قصيره لتكون كربونات الكالسيوم راسب ابيض. واحنا اخدنا ان كل الكربونات مالها
تذوب في الماء غلط، لا تذوب في الماء. تعال نقرا ألف كده. يتعادل غاز حمضي مع محلول لمادة قاعدية. والنبي مادة قاعدية يعني قلوي، ده كده قلوي. طب ده ثاني أكسيد كربون، أخدنا السنة اللي فاتت إن ده حمض. أو لو أنت معلم القلوي اتفاعل مع حاجة ادى ملح ومية. أي نعم الملح ما بيدوبش بس برضه ملح ومية. أكيد ده مستر وأنا مغمض، أكيد ده حمض مع قلوي ادى ملح ومية، فدي كده تعتبر صحيحة. هو عاوز الغلط. ب يتكون راسب شاحن الذوبان في الماء، فعلا ده راسب ما بيدوبش في الميه. ج يذوب الناتج في الاحماض المخففه. جماعه كل الكربونات او البيكربونات بتدوب في الحمض، يعني بتتفاعل مع الحمض. تعال معايا هنا. يتحول المركب الناتج لراسب ابيض بالتسخين. يا ابني هو اصلا راسب، ينفع تيجي تقول لي يتحول لراسب بالتسخين؟ اكيد دي هي الغلط. ليه؟ ان هو اصلا مش بيتحول، ده هو اصلا ايه؟ راسب. اللي بعده ايه ده؟ السؤال ده بيكمل السؤال اللي فات؟ لا، ده نفس الفكره. عند مار ثاني اكسيد الكربون في ماء الجير الرائق، حسب معلوماتنا ان ثاني اكسيد الكربون لو فتره قصيره هيحدث تعكير، يعني بيعمل راسب. طب لو فتره طويله يزول التعكير، يعني يزول الراسب. اي الاشكال تعبر عن كتله الراسب والزمن؟ اولا في الاول التعكير بيتكون، ماشي، هيفضل ثابت؟ لا، هو هيتكون يتعكر ما يجير وبعدين يزول التعكير. طالما بيتعكر يبقى الراسب عمال كتلته بتزيد، الراسب ده يقصد بيه التعكير. طب بعد شويه يزول التعكير فبختارها نازله لتحت. اتكون الراسب يعني اتعكر ما يجير وبعدين زال التعكير او زال الراسب، يبقى الاجابه فيهاش غير ج. يمكن التمييز بين بيكربونات صوديوم وبيكربونات المغنيسيوم بدون كواشف. ازاي اميز بين الاثنين دول من غير كواشف؟ اولا تعال نجرب. لو انا حطيت اتش سي ال هيعمل ايه؟ اولا لو انا حطيت اتش سي ال في الاثنين خد بالك بيكربونات، ها، هيطلع غاز ثاني اكسيد كربون. اكيد طلع نفس الغاز، ما قدرش يستخدم في التمييز. تاني، لو بيطلع نفس الغاز بيعمل نفس الحاجه ما اقدرش استخدمه في التمييز، يبقى ده ما ينفعش. طب محلول كبريتات مغنيسيوم، اول ما اشوف كبريتات مغنيسيوم كده بكتب عليها ماكسوفور. مع البيكربونات دي بيكربونات، خد بالك في الحالتين بتعمل راسب ابيض بالتسخين. طالما الاتنين طلع نفس الناتج ما تنفعش، ما دي برضو ما تنفعش. اضافه الميه، كل البيكربونات تذوب في الماء، يبقى الميه ما تنفعش. ليه؟ كلاهما بيدوب. اكيد بالاستبعاد هي التسخين. طب ليه؟ انا فاكر اخدنا مع بعض ازاي بسخن البيكربونات، يلا بقى نفتكر. اخدنا ان اي بيكربونات في الدنيا بالتسخين بتبقى 3، ولو انت مش حافظهم اكتبهم عندك. كربونات وميه وثاني اكسيد كربون، تبقى مين؟ كربونات وميه وثاني اكسيد كربون. بيكربونات صوديوم سخنتها هتبقى كربونات زائد ميه زائد غاز ثاني اكسيد كربون. بعد اذنك، مش دي بيكربونات صوديوم تطلع لنا كربونات مين؟ صوديوم. مش محتاجه افتكاسه، المعادله ممكن اذاكرها نظري زي ما انا بعمل. بيكربونات مغنيسيوم بالتسخين برضو بتبقى 3 كربونات ميه ثاني اكسيد كربون. لو انت برنس، نعم يا مستر، دي بيكربونات مغنيسيوم، اكيد طلع مين؟ كربونات مغنيسيوم. سيادتك كده سخنت. كل الكربونات عندنا لا تذوب في الماء يعني راسب، بس خد بالك والنبي دي كربونات مين؟ صوديوم، ما عدا الصوديوم والبوتاسيوم والامونيوم بيدوبوا في الميه، يبقى ده راسب؟ للاسف لا، هنا ما اتكونش راسب، الماده اللي اتكونت بتدوب في الميه. طب هنا
بالنسبه لكربونات مغنيسيوم، كربونات المغنيسيوم اكيد هي الرسب. ليه؟ قاعده بتقول كل الكربونات لا تذوب في الماء ما عدا صوديوم، بوتاسيوم، امونيوم. طالما ما بتدوبش تبقى اكيد رسب. يبقى انا لو سخنت هتعمل مع بيكربونات المغنيسيوم رسب. طب كربونات الصوديوم مفيش رسب بيتكون، المواد كلها بتدوب. يبقى كده هقدر اميز. ليه؟ لما اطلع ناتج مختلف ينفع في التمييز. يبقى انا اكيد اختار التسخين عشان بيطلع ناتج مختلف. اللي بعده اسئله على ثاني كرومات البوتاسيوم K2 Cr2O7. كنا عارفين ان ثاني الكرومات من المواد المؤكسده. كانت بتعمل ايه؟ بتكشف عن غاز SO2، بتعمل معاه اكسده، بتخدر غاز SO2 صح؟ او العكس SO2 بيخدر ورقه مبلله بثاني الكرومات. يلا بينا نشوف. K2 Cr2O7 مالها؟ اول حاجه لازم تبقى عارف انها عامل مؤكسد، اكيد بتعمل ايه؟ اكسده. مستر انا مذاكر عامل عكس العمليه. الناس اللي مذاكره كده عندك غلطه صغيره. امال ايه يا مستر؟ هتكتب عندك دي العامل عكس العمليه غلط، لازم تكمل الجمله. العامل عكس العمليه اللي بتحصل له. خد بالك من دي، مش اللي بيعملها. العامل المؤكسد كلغه عربيه بيعمل اكسده. خد بالك من دي، ودي هنقف عليها بالتفصيل في الباب الرابع واخدناها في كورس تاسيس اول السنه. يلا بينا. ده عامل مؤكسد بيعمل اكسده ويحصل له العكس، اختزال. لازم تبقى انت عارف دايما هو بيسأل عنها بيحصل له ايه ولا بيعمل ايه. طيب في سؤال تاني، ساعات يجي يقول لي احسب عدد التأكسد بتاع الكروم اللي موجود في المركب ده. هعمل ايه؟ هسمي الله Cr2 بكتب تحت منها 2 س زائد اللي جنبها زائد اللي جنبها بتساوي صفر. خدنا قبل كده مجموع الشحنات على اي مركب في الدنيا بصفر. وده ليه؟ فيديو شرح حساب اعداد التأكسد في اساسيات الكيمياء هحط لك في اللينك تحت لو سمحت. الاكسجين دايما -2 يبقى 7 في -2. 2 في الكيك ب1 يبقى 2 في 1. -14 زائد 2 س زائد 2 بتساوي 0. -14 زائد 2 -12 زائد 2 س هتساوي 0. هودي بعكس الإشارة، يبقى ال 2 س بموجب 12. اللي عاوزه بقسم على اللي جنبه يبقى الس بموجب كام؟ 6. يبقى هنا أكيد عدد تأكسد السي ار موجب 6. يلا بقى نشوف السؤال الأول. بيقول لك إيه؟ عند إمرار غاز SO2 في محلول ثاني كرومات البوتاسيوم البرتقالية المحمضة، فإن عدد الإلكترونات المفردة لدى أيون الكروم. نعم، عرفتوا مين؟ المفردة لدى أيون الكروم. يعني أعمل إيه؟ أول حاجة بسمي الله وأكتب معادلتي. يلا بينا نكتب معادلتنا. أهي. إيه ده مستر؟ دي معادلة SO2. بكتبها بسرعة يبقى بطلعها من الكتاب، والصح اللي أنا مذاكرها زي ما أنا علمتك. المهم، أنت عاوز مين يا عم؟ عدد الإلكترونات المفردة في الكروم، ونبقى أيون الكروم موجود هنا مرة، موجود هنا مرة. لو أنت برنس لسه حاسبين من شوية عدد تأكسد الكروم بكام؟ طلع لي بموجب كام؟ 6 يا مستر. طب هنا ينفع تتجاب بالعين، مش لازم حساب. ازاي؟ الكبريتات ثنائي يبقى الكروم ماله؟ ثلاثي، يبقى هنا السي ار بموجب 3. عشان تجيب عدد الالكترونات المفردة لازم توزع. هو الكروم عدده الذري بكام؟ ب 24. وقف الفيديو، وزع الكروم هنا ووزع الكروم هنا، وهات لي الالكترونات المفردة وانا مستنيك. يلا بينا. هقول ارجون 18 فورس 3 دي 2 4 لا ده شاذ يبقى 1 5. يلا بينا نفقد. هفقد 6 يبقى 0 0. ليه؟ هفقد من 1 من 5 يبقى 6. هل في مفرد؟ لا، يبقى عدد الالكترونات المفردة 0. ده الناحية التانية. السي ار ب 24 وزع ارجون 18 فورس 3 دي
كام يا مستر؟ 1 5 ده شاذ. هفقد 3. تفقدهم ازاي؟ اهو هفقد من هنا 1 ومن هنا 2، شيل من ال5 2 يبقوا 3. بعمل هوند فاضي انا معلش. 1 2 3 في كم مفرد؟ 3 الكترون مفرد. اي حد عدد الالكترونات المفردة كان 0 بعدين بقى 3، اكيد ما اتغيرش، دي غلط. زاد قل غلط. تضاعف يعني لو 1 يبقى 2، انما دي 0 بقى 3 كده ما تضاعفش، كده زاد. يبقى الاجابه الصح اكيد هي ب. بيربط السؤال ده النظري بتاع الباب الثاني بالباب الاول، ينفع يجي في الامتحان؟ طبعا ده النظام الجديد. اللي بعده، عند امرار غاز SO2 في محلول ثاني كرومات البوتاسيوم المحمضه، مين من التغيرات دي صح؟ اول حاجه لازم اكتب معادله SO2 مع الثاني كرومات، تبقى لنا يا ابني. انت مش عايز تكتب؟ اهي اتكتبت. ماله؟ مين في دول صح؟ سمي الله كده تعالى نقرا اختيار. سؤالنا هتجيب بالعين. ينتج من التفاعل، يعني بص للنواتج. ايون Cr2O 7 اكيد مش موجوده هنا، يبقى دي غلط. هي بس الميه الموجوده، يبقى برضو الاختيار كله غلط. طب يلا بينا اسبقني كده. يتكون ايون Cr موجب 3 ده ثنائي وده ثلاثي، دي تنفع. هل بيتكون مع ايون CrO4 سالب 2؟ هل موجوده في النواتج؟ بص بعينك، لا، تبقى اكيد دي غلط. طالما حاجه في الاختيار نفسه غلط بستبعد الاختيار كله. ج، يتأكسد ايون CrO4. بص كده، هل في CrO4؟ لا. هل النواتج فيها ايون CR موجب 7؟ برضو لا. ده انت لو مذاكر الباب الاول كويس مفيش حاجه اسمها CR موجب 7، اقصى حاجه موجب 6. يبقى هي كدب الاستبعاد يا دال. ما تيجي نقراها. يتم اختزال ايون Cr2O 7 سالب 2 موجود الى ايون، يعني يطلع CR موجب 3 صح. ما مستر عامل مؤكسد حبيبي، العامل المؤكسد بيعمل اكسده ويحصل له هو اختزال. اللي بعده، اسئله مجمعه على برمنجانات البوتاسيوم كمانو 4. انا فاكر الكمانو 4 ده عامل مؤكسد بيعمل ايه يا مستر؟ ده اخدناه في المنهج مع النيتريت. كان يزول لون محلول كمانو 4 محمضه لما حطها النيتريت الصوديوم، كان بيستخدم كتجربه تاكيديه في الكشف عن النيتريت. عاش يا معلم. تعال نشوف. اكيد الكمانو 4 طالما عامل مؤكسد يعمل اكسده ويحصل له العكس. يحصل له ايه العكس؟ اختزال. بص هنا معنا، عاوز يحسب عدد التأكسد ده، يبقى س زائد اللي جنبه زائد اللي جنبه بصفر. هتوقف الفيديو تحسبها زي ما حسبنا في اللي فاتت، واكتبها لي عندك في الديسكريبشن تحت، انا اسف في التعليقات تحت. نيجي هنا، الكمانو 4 ده عامل مؤكسد يا حبيبي. القلم عرفني. خلاص قربنا نخلص، والله لا مسحك. عامل مؤكسد بيعمل ايه؟ اي حد عاوز يتاكسد بيأكسده. اديني مثال. لو عندك نانو 2 وعندك نانو 3، ده نقص اكسجين، هيزودوا اكسجين ويحصل له عمليه اكسده، يبقى هنا يعمل اكسده. محنون هو بيعمل اكسده يبقى يأكسد ده. هل يقدر يأكسد ده؟ لا. طب الكمانو 4 لما يعمل اكسده لونه بيروح ليه؟ ان هو بيتكسر لمركبات عديمه اللون. يبقى تاني، الكمانو 4 اي ماده ناقصها اكسجين بتعمل لها اكسده. طب دي اكسجينها كامل، هل تعمل لها اكسده؟ لا. اقرا معايا السؤال الجاي. عند اضافه محلول برمنجانات البوتاسيوم، اللي هو مين يا مستر؟ اكيد الكمانو 4، الى نيتريت صوديوم. مين نيتريت صوديوم؟ اللي هي نانو 2 المحمضه بحمض الكبريتيك. ايه اللي هيحصل يعني؟ اولا انا عارف ان الكمانو 4 ماده مؤكسده، لما تلاقي ماده ناقصها اكسجين اللون بتاعها بيروح، يبقى اكيد يزيل لون البرمنجانات. ولو انا مذاكر هحلها على طول الف من غير ما افكر. السؤال ده هنا سهل قوي. السؤال اللي بعده،
كتاب مندليف بيبدع شويه. اي الغازات التاليه يمكن ازاله لون؟ معنى كلمه يزيل لون بنفسجي للكمانوفور يعني الكمانوفور عملت اكسده. هي لو عملت اكسده بتتكسر ولونها بيروح. مين في دول ينفع تزيل لونه؟ لا مستر انا تهت. تعال نسمي لها كده ونشوف. شايف اس او 2 دي كانت بتخدر ورقه مبلله بثاني الكرومات، صح؟ ثاني الكرومات معروف انها ماده مؤكسده، لما اديلها اس او 2 كانت بتخضر. مش دي ماده مؤكسده؟ عامل مؤكسد. لو انا حطيت عامل مؤكسد زيها هيعمل نفس الفعل بتاعها. يعني ايه؟ ثاني الكرومات كانت بتاكسد دي، طب لو انا شلتها وحطيت مكانها كمانوفور، ما دي برضو عامل مؤكسد، اكيد هتعمل لاس 2 عمليه اكسده. طالما عملت لها عمليه اكسده دي كانت بتخضر، بس دي لما تعمل اكسده لونها بيروح، يبقى اكيد يزول اللون. السؤال اللي بعده، دي فكره 2021 في النظام الجديد. اقرا كده بالراحه. اي الغازات التاليه يمكن ازاله لون بنفسجي للكمانوفور؟ نفس الفكره اللي فاتت. طالما زالت لون ده يبقى الكمانوفور عملت اكسده. شوفوا الكمانوفور تقدر تاكسد مين في دول؟ اولا مثلا النانو 3 اكسجينها كامل ما تقدرش. الاختيارات اللي فاتت كان ليها فكره ثانيه، كنت ببدل K2 CR2 7 بمين؟ بالكمانوفور. هنا الماده لو ناقصها اكسجين الكمانوفور هتديها اكسجين. هل دي ناقصها اكسجين؟ لا، انا ما بتاكسدش، مش عاوزه تتاكسد، يبقى دي لا تتاكسد. اكيد طالما ما اتاكسدتش اذا لا يزول اللون، يبقى دي غلط. طب هنا نانو 2 ناقصها اكسجين عاوزه تتاكسد. طالما عاوزه تتاكسد اول ما تلاقي الكمانوفور هيأكسدها ويتكسر ويطلع مركبات عديمه اللون، اكيد يزول اللون، يبقى دي تنفع. طب جميع ما سبق اكيد مش هختارها. طب ما تيجي نشوف دي. انا حليتها مستر، اقرا دي بس بالراحه. FeCl3 عندها ايونات حديد 3. راجع كده معايا الباب الكام؟ الاول. خدنا ايونات حديد 3، الدي بتاعتها او عندها السي دي ب5، اكثر استقرار، صعب تاكسدها، ما بتتاكسدش، عشان كده دي ما تنفعش. انا برضو مش عاوز اتاكسد، يبقى كده تقصد ايه؟ ان ممكن بدل ما اجيبها بالاكسجين يجيبها بالالكترونات. هنا جاب لك حديد 3 ما بيتاكسدش. ليه؟ عشان هو مستقر صعب تاكسده، يبقى اكيد الاجابه هتبقى ب. تعالوا نشوف بقى السؤال الجاي انقح شويه. نفس فكره برضو 2021. اي الغازات التاليه يمكن ازاله لون كمانوفور؟ طالما يزيل لونها يبقى دي عملت له اكسده. اولا هي لا، دي لا تتاكسد، هي ما تنفعش. طب نانو 2 عاوزه تتاكسد، يبقى تنفع. FeCl2 مش 3، خد بالك هنا عندها ايونات حديد ثنائيه، وانا عارف ان ايونات حديد ثنائيه نفسها تتاكسد وتبقى ثلاثيه، عشان الدي هنا ب6 نفسها تبقى 5. طالما عاوزه تتاكسد هجيب لها ماده مؤكسده اللي هي الكمانوفور، فاكيد الكمانوفور ينفع يعمل لها عمليه اكسده. يبقى اللي جايب هنا مين ومين؟ ب وج معا. عاش يا معلم. اقرا السؤال ده. ايه ده؟ كتاب مندليف يا معلم. اي من المركبات التاليه لا يزيل لون الكمانوفور؟ طالما ما شالش لونها يبقى لا يحدث اكسده. يعني بختار ماده مش عاوزه تتاكسد. انت عاوزه تتاكسدي، الكمانوفور تبقى بدل مين؟ K2CR2O7 تاكسدك. طب انت عندك حديد 2 عاوزه تتاكسدي. طب وانت ما اعرفش عنك حاجه. طب دي فيها ايونات حديد 2 برضو عاوزه تتاكسد، يبقى انت الوحيده اكيد بالاستبعاد اللي مش عاوزه تتاكسدي، صح؟
او بقى كافيه. H2O2 دي ميه اكسجين. البنات الهبله عارفاها، تجيبها من الصيدليه تقول لها على شعرها يصفر. ايه ده؟ دي ليه؟ عندها او زياده، عندها اكسجين زياده. انت عندك اكسجين زياده، انا اكيد مش عاوزه اتاكسد. ده كده بالفهم. حاجه علميه بقى، H2O2 ده عامل مؤكسد، ماده مؤكسده. فالطبيعي هيبقى الماده المؤكسده ما ينفعش تتفاعل مع الماده المؤكسده اللي زيها. لو عندي ماده مؤكسده تتفاعل مع ماده مختزله، يبقى دي اكيد هي اللي هختارها، عشان عمرها ما هتتفاعل مع الكمانوفور. اللي بعده السؤال الاخير، لازاله لون 1 مول من الكمانوفور من محلولها فان عدد مولات النانو 2 نقط. مش فاهم. اولا كده بسمي لها هكتب معادله. انا فاكر النانو 2 هحط لها الكمانوفور اهي المحمضه بحمض الكبريتيك، وهكتب النواتج زي ما تكون. انا عارف هتاكسد دي وبعدين تتكسر وتبدل. عاش. المهم بس هو مش عايز الباقي. اقرا كده تاني. ازاله لون 1 مول كمانوفور، عدد مولات النانو 2. يعني انا بفكر في دول. اول حاجه هوزن. انا فاكر كنا حافظ لها كود وزن 523 يعني 2 3. قال لك لازاله لون 1 مول كمانوفور، لو جبت 1 مول من الكمانوفور عشان يزيل لونه عاوز عدد مولات النانو 2، يعني ده كام مول؟ هو ده السؤال. هعمل ايه؟ هبص للمعادله. الطبيعي هيبقى ان 2 مول من ده بيتفاعلوا مع 5 مول من ده. فلو انا اشتغلت ب1 مول اجيب له كام مول؟ هعمل طرفين فيه وسطين، تبقى دي الاجابه. مستر عيدها تاني. لو انت قلت عيدها تاني ممكن ترجع الفيديو. ما فهمتهاش هناخدها في المسائل. السؤال ده في كتاب مندليف، في زيه بالظبط مع اختلاف الارقام في كتاب الامتحان، في زيه بالظبط في كتاب الموسوعه مع اختلاف الارقام. انا بتعامل كفكره. كان معاك العبد الفقير الله مستر محمد عبد المنعم. اتمنى تكون الحصه لذيذه معاك. اشوفكم على خير في حصه جديده من حصص الكيمياء. السلام عليكم.